انعقاد مجلس وطني بمقر مركز الاتحاد المغربي للشؤون بما يفوق 1200 مستخدم من الضمان الاجتماعي، ما هو إلا دليل وتعبير على السخط ديال المستخدمين على الأوضاع والاحتقان اللي كيعيشوه داخل الضمان الاجتماعي، وقدوم إخوان جميع مناطق المغرب ما هو إلا تعبير أيضا على وحدة مستخدمي الضمان الاجتماعي. وأيضا هذا المجلس الوطني بهذا العدد الهائل بأطر الضمان الاجتماعي من مديرين وأطباء وممرضين، أيضا ما هو إلا تعبير على السخط ديال المستخدمين على الإدارة العامة اللي وضعت استراتيجية غتؤدي إلى تدمير هذه المؤسسة، وهذا تيتجلى من خلال المخططات ديالها، حيث أن عدد الخدمات الهائلة التي تقدمها الضمان الاجتماعي بل الإمكانيات القليلة بعدم توفير ظروف عمل ملائمة ما يؤدي إلى التراجع في جودة الخدمات ديال الضمان الاجتماعي، وهذا شيء خطير يمكن الناس كمسؤولين على هذا القطاع ومستخدمي الضمان الاجتماعي نخليو إدارة تسير في هذا المنهج. لهذا سنكون جنود مجندين للتصدي لهذه المخططات وهذه القرارات حتى تبقى هذه المؤسسة في خدمة المؤمنين والشعب المغربي. المجلس الوطني للجامعة الوطنية للمستخدمين الضمان الاجتماعي اتخذ قرار كان موجب اتخاذه، والقرار هو الإعلان عن إضراب احتجاجي أولي لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الخميس والجمعة 6 فبراير. وأيضا قرار يشمل سلسلة من النضالات المتتالية. ندق ناقوس الخطر ونقول للإدارة كفى، ونقول للإدارة الجامعة موجودة، الجامعة نهجت معك واحد السلوك حضاري، الجامعة التزمت بالسلم الاجتماعي، ولكن بالمقابل مع كامل الأسف الإدارة العامة ما تفهمتش هذا النضج ديال الإخوان ديالنا ديال الجامعة، ما تفهمتش المواطنه ديال الجامعه، لحقاش حنا الشغل الشاغل ديالنا وهو الحفاظ على الاستقرار في البلاد ديالنا، وكذلك الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسه. اذا المؤسسه ديالنا في شخص الاداره العامه ما استجابتش المطالب ديالنا، خدينا معارك وغادي ناخذوا معارك ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم اضراب وطني، واللي ان شاء الله الرحمن الرحيم بعده غادي يكونوا عده وسائل نضاليه، وغادي يكونوا عده نضالات حتى نكتسبوا ان شاء الله ونحققوا المطالب ديالنا. مجموعه ديال الاتفاقات اللي تمت ما بين الجامعه وما بين الشريك الاجتماعي اي الاداره العامه تم التراجع عليها. من بين الاتفاقات تحيين الاتفاقيه الجماعيه التي تتجاوز ربع قرن، وضعيه المزريه التي تعيشها المصحات، والتراجع اللي اصبح يعني يمس بسمعتها وسمعه المستخدمين، كذلك التقاعد الهزيل اللي غادي يتمنح للمستخدمين بعد ولوجهم سن 60 والذي لا يتجاوز 40% من اخر الاجر الذي يتسلموه، بالاضافه الى الضغط المهني اللي اصبح بالفعل هو الثقل والعبء الذي يرهق المستخدمين، بحيث ان عدد المستخدمين هذه 3 سنوات كان يتجاوز 7000 مستخدم، في حين في هذه السنوات الاخيره يصبح الضمان الاجتماعي كيقدم خدمات اكثر من السابق، العدد الذي يتجاوز 4000 مستخدم ومستخدمه. بالاضافه الى ذلك ان الاداره اصبحت كتاخذ قرارات احاديه ولا تشرك الشريك الاجتماعي، بحيث ان ما يسمى سابقا بالشريك الاجتماعي اصبح حوارا على ورق. فجميع الحوارات وجميع المفاوضات باءت بالفشل بعدما تم التوقيع معنا على ترجمتها الى ارض الواقع.
فهذه التراجعات فوجئنا بها، مما جعل المستخدمين في جميع المناطق كيحسوا واحد النوع من الغبن، واحد النوع من الضغط، واللي طالبوا من الجامعه على ان ينعقد هذا الجمع، هذا المجلس الوطني. وهذا المجلس الوطني قرر من داخل القاعده الدخول في معارك ومسلسل من المعارك لاسترجاع مكاسبنا واسترجاع هيبه الجامعه واسترجاع الثقه في العلاقه بيننا وبين الاداره. فغياب الثقه بيننا وبين الاداره اصبحنا نشتغل في جو متوتر، في جو لا يبعث عن الامل، لاننا لاحظنا بالملموس من خلال مجموعه ديال الاحداث، مجموعه ديال المعطيات، ان الاداره تناورنا، وان الاداره ليست بشريك اجتماعي حقيقي، بل تمرر خطواتها بطريقه ذكيه وكتربح الوقت. فعلى سبيل المثال المصحات الان اللي هي ملك للطبقه العامله، اصبحت الاداره تحاول ان تتصرف كانها ملكيتها الخاصه، لان الان دخلت واحد المجموعه ديال البرامج ديال التفويت والتدبير المفوض الى في غياب الشريك الاجتماعي وفي غياب الممثلين ديال الطبقه العامله، لان مصاريف باش بنيت هذه المصحات والتجهيزات ديالها جات من اقتطاعات ديال العمال. اذا التصرفات الاحاديه والتصرفات في تغييب الشريك الاجتماعي والضغط المهني بتقليص عدد المستخدمين وبالتراجع الاتفاقات من بينها تحييل الاتفاقيه الجماعيه والتقاعد الهزيل الى غير ذلك من التراجعات والمشاكل، كان يعني من الطبيعي جدا ان المجلس الوطني يدخل ويقرر دخول في مسلسل من الاحتجاجات، مسلسل من المعارك، حتى يتسنى لنا تحقيق المكاسب المشروعه لدينا. À l'UNT, la Fédération nationale du personnel de la CNSS. C'est un cri qui résulte de tant de souffrance et de tant d'attentes qu'a connu le personnel de la CNSS. Les revendications et les doléances qui ont été citées aujourd'hui étaient très légitimes, des conditions de travail qui sont devenues très déplorables, une convention de personnel tant attendue et la retraite complémentaire qui ne touchera pas l'ensemble de ces personnels, ainsi que la situation déplorable que connaissent actuellement les polycliniques de la CNSS. كانت كلهم كتصب في هموم ومشاكل ومطالب جميع المستخدمين من خلال الجامعه ديالهم، هي الجامعه الوطنيه للمستخدمين والضمان الاجتماعي المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اللي قدمت واحد الدفتر مطلبي اللي الاداره العامه ما حاولش تستجب ليه ولا بقات كتملص من الالتزامات ديالها مع الشريك الاجتماعي، وكذلك نظرا للضغط المهني اللي شعروا به الاخوان ديالنا على ان هناك ضغط مهني يعني حاد في جميع مقرات العمل. ضروري ديالنا الاعضاء ديال المجلس الاداري اللي كيمثلوا الاتحاد المغربي للشغل اللي وقفوا وقفه ديال الرجل النهار اللي درنا معاهم تنسيق الليله ديال الانعقاد ديال المجلس الاداري اللي انعقد في ديسمبر. بهذه المناسبه كنعاودوا نشكرهم على هذاك الوقفه اللي وقفوا والاجراء اللي اتخذوا نهار اليوم ديال المجلس الاداري. كنشكر القياده ديالنا في الامانه الوطنيه وعلى راسها الاخ الامين العام السي كنحييو السيد الامين العام
على تثمين القرار ديال المجلس الوطني والدعم ديالو والمسانده ديالو، بحيث درنا وعود قويه جدا اللي غتدعم هذه الخطوات ديالنا. فاخواتنا يعني عندنا واحد الارتياح كبير من خلال لا القرارات المجلس الوطني اللي تمت بالقاعده ولا القياده ديالنا بشخص الامين العام ديالنا السي مولودي المخالف. فشكرا له الحقيقه، ونشكر السيد الرئيس سعد الدين.